اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين الأوضة تحت اللي فوق ديت، بس النهاردة كنا فرشين الكنبة الاستوديو عشان كان عندنا ناس ايه بيتين كده. بقى الكرومبة طبعا مش هنحشيها، هنفرز. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لقيت مش يعني الكرومبة كانت كبيرة كده وحلوة، قلت هجيبها ايه طالما هي واحدة كده هفرزها ايه مع بعضنا. ليه؟ حاجة البنات كده ايه يعرفوها عشان ما يستصعبوش الكرومبة وهي بتتسلق او بتتفرز. حاجة سهلة كده عليهم، حلوة كده. وطبعا عايزة اقول لكم دي قناة أميرة للطبخ والحلويات، واللي يشوفها لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد فضلا وليس أمرا. طبعا انتوا شايفين الكرومبة بسم الله ما شاء الله كبيرة هيت وحلوة، وربنا يبارك لأصحاب الأرض يا رب. كانت كل الكرومبة كان بالمنظر ده النهاردة. كده هو زي ما انتوا شايفين حقيقي. طبعا اللي عايز بقى يجيب كرنب ويفرزه، ما يجيبش بقى زي انا ست عجوزة. عارفة دي هتتقطع ازاي وهتتسلق ازاي. كل واحدة بتجيب بقى ايه اللي على قدها كده الصغيرة، وايه وتسلقها من بناتنا كده الحلوين. عشان خاطر ايه ما تقولش لا ده انا مش هعرف اعملها. لا، عندكم في كرنب صغير وفي كرنب كبير حسب ما انت عايزة. عشان انا هنا ايه عارفة ان هي هتطلع ازاي وهعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده انا ايه بسلكها كده من ورا واروح ايه حطاهم كده اهو زي ما انتوا شايفين. كنت عايزه اسيبها مثلا يوم ولا حاجه تدبل، لكن لا، قلت ايه هعملها ايه في يومها. طبعا انتوا عارفين الجو امبارح يعتبر كان ساقعه ساقعه جدا كده خالص، حبه الشمس تطلع وحبه ايه تغيب. بس الجو كان هوا جدا، فانا قلت برضو ايه هاخدها بقى ايه فوق كده. وفي الاوضه اللي على الشارع قلت ايه هن هسلقها ايه على يعتبر ايه على الشعل، بدل ما نقف ايه على البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني عايزه اقول لكم انها قطع 3 كرنبات ايه مع بعض. بسم الله ما شاء الله. غير لسه قلبها كله لسه في الكرنبه نفسها ما طلعتهاش اهي. بسم الله ما شاء الله اهيت جميلة وزي الفل، وهتتفك كلها كده هوت. لما تخش تشم النار كده والمية هتفك كده ايه كلها من قلب بعضها اهوت. خدتها بقى كده بره في البلكونة، وطبعا طلعنا منها شوية ورق اخضر كده. لازم الاخضر ده هو اللي بيبقى طعمه حلو في المحشي. حطيت بقى الكروانة كده هوت، وحطيت ايه ولعت الشعلة وحطيت عليها ايه فيها المية. رحت حتى بقى باكل ملح ده كله وحطيت كمون. اعذروني بقى ان التصوير بعيد عشان خاطر هو كان عايز التليفون يتشحن فسايباه في الشاحن، ويعتبر هو بعيد عليا شويه اهوت. بوريكوا اهوت كده فكيتها وسايباها ايه. بص الجو مغيم ازاي اهو. ده طبعا ايه كان يوم الاثنين يعتبر مش يوم التلات النهارده، لا هو كان يوم الاثنين كان امبارح، وكان الجو كده كان مغيم خالص. عايزه اقول لكم بقى الهوا كان عمال يطص في ظهري كده اهوت، والشعلة كل شوية عمالة تبص. كنت عمالة محبش عليها كده خالص عشان خاطر ايه الهوا كان بيطير النار. زي ما انتوا شايفين فكيت قلبها هوت خالص وزي الفل هيت، ما تقطعش منها ورق خالص. هنحفظه كده عليها كلها. وبصوا بقيت اخدها احطها في المية العادية وايه وحاطه فيها الخرطوم عشان خاطر المية ما تبقاش فيها ريحتها كرنب، تبقى ايه تيجي ايه كده تعتبر هتحطيها في الفريزر ما تبقاش ريحتها كده كرنب، لا تبقى حلوه ايه ريحتها حلوه كده اهوت كده اهوت. طبعا بقول لكم ايه ما تنسوش في اللايك والشير، واللي شفنا لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امر. كده اهوت. طلعت بقى ايه خدت قلبها كده الاول، قلت قبل الميه ما تغلي عليها رحت ايه حطها ايه هي الاول، وفكت كده قلبها كلها اهوت. هي بتشم النار تتسلق على طول. والكرومبة كانت حلوة ما شاء الله، ما خدتش سوا خالص معانا اهوت. وحطيت بقى الكروانة كده وقلت ايه لا مش هتنفعني حلة، رحت حاطة الكروانة ديت. الكروانة دي كده ايه صغيرة ايه ومحندقة برضو ايه بتأدي الغرض برضو. حطيت صراحة باكو ملح فيها، وحطيت ايه يجي ايه شوية كمون كتير. كل شوية بقى بقوم اعمل ايه شغل واطفي الستاند عشان خاطر ايه الفيديو ما يبقاش ايه طويل
اهو بشيل بقى حته صفرة كده كانت فيها، الصفرة دي بقى بتبقى مجلده، تيجي بقى تحشيها وتيجي تاكليها تبقى مجلده خالص ما بتستويش. ال- الورقه اللي هي ايه بتبقى صفر، اللي بتبقى صفرة دي ما يعني حاولي ان انت ما تجيبيش الكرنبه اللي حروفها صفر، لان الكرنبه اللي هي حروفها صفرة دي مهما غليتي فيها تيجي تاكليها تلاقيها مجلده كده، ما بتبقاش ايه ريحها حلو. طبعا بقى حتى اخد من هنا بقى وايه واحط هنا اهو كده اهوت، عشان خاطر ايه اشطف والميه ايه تبقى جاريه كده اهوت. وانا طبعا انتوا عارفين في بلاعه يعتبر جنب الشعله في الارض، ايه بتروح عليها ايه الميه. اهو قلت بقى هنا واسع، لا الكرومبه دي مش هتنفع المطبخ بتاعي الصغير ده، وعايزه انا بقى ايه واحده قاعده بقى كده تعملها بقى كده زي الله يرحمها زمان، كنا نفضلوا قاعدين كده وهي ايه واحنا حواليها ونفضلوا بنساعدوها، هاتي يا بت ديت اعملي يا بت ديت. كان المحشي بياخد مسافة ثانية، والله ثانية كده، كل واحدة كانت في ايديها حاجة كده كانت تعملها ونخلصه كده هوت. كان يوم جمعة ونتغدى كلنا مع بعضينا. وابويا الله يرحمهم جميعا يا رب ويجعل مثواهم الجنة، هم أمة المسلمين يا رب العالمين. هنا بقى كده هوت زي ما انتوا شايفين. بصوا المية وبقول لكم اهيت، وخلاص كنت سلقتها بقى اهيت كلها اهي زي ما انتوا شايفين، وسبتها بقى كده تبرد وتتصفى في الجو ده كده عشان خاطر ايه اقطعها. هنا بقى احنا مش هنصعب على بناتنا ان احنا نقطعوها ازاي. طبعا انا السنه اللي فاتت كنت بحط 2 على بعض او 3 على بعض واقطعها عشان تبقى ايه مربعه والكلام ده كله. الطريقه دي حلوه، والطريقه برضو اللي هعملها لكم ايه حلوه اهي. بقول لكم كده اهو كنت بحطهم كده على بعضهم، او ممكن تفرديهم في قلب بعض. بس احنا ايه مش عايزين ايه نصعب على بناتنا الامور. انك ايه تيجي بقى تفرزي وتعملي الحاجات دي كلها وانت في بيت مثلا جوزك وكده، وتاخدي وقت طويل والكلام ده كله. لا فدي حاجة ايه بقول لكم يعني ايه دي صعبة شوية. فايه انا بقول لكم يعني ايه هجيب لكم الطريقة اللي هي ايه الامهات كلها بتعملها. بتفضلي بقى انت محتارة نقطعها بالطول ولا بالعرض، ولا نروحي واخدين بقى الحتة ديت رحت مقطعاها 2 اهوت كده اهوت. بتبقى ايه حيرة، هتبقى حيرة للايه للبنات. احنا كبار عادي مش مشكلة. انا بقول ايه للبنات ايه بتوعنا كده اهو. بصوا هي طريقة حلوة برضو، بس احنا مش عايزين نصعب عليكم الامور وتبقي ايه قاعدة محتارة انك هتقطعيها ازاي، او ممكن تعمليها قدام حد تتحرجي. لا فاحنا مش هنعملها كده. انا هوريكم بقى ايه الطريقة اللي هي سهلة خالص اللي امهاتنا كلنا وكل الامهات بتعملها. بتقطعي انت كده الجزء ده العنقود بتاعها او العرق بتاعها وتروحي ايه مقطعه كده. دي طريقة سهلة كده وما تصعبيش عليكي كده الامور خالص، ودي طريقة امهاتنا كلنا. وهي بتاخديها يا تاخدي تحشي كده منها فيها كده وهي في قلب الرز، يا تاخدي تقطعي بقى كده. هنقطعوها بقى ايه ورقة ورقة كده على قد الايه الحشو. دي طريقة بقى سهلة خالص كده ان انت تعمليها اهي بالطريقة دي كده، طريقة ناجحة وجميلة. وتقطعي الورقة قد بعضها عن الطريقة التانية اللي انا ايه عملتها الاول. او تحشي بصوا تحشي وتروحي ايه قطعة زي ما انت عايزة تفرزي بالطريقة. اي طريقة من دي تعجبك اعمليها. انا هعملها بقى بالطريقة اللي انا قطعتها ديت التانية عشان خاطر ايه تبقى سهلة عليكي لما تيجي ايه تاخديها، تكون واحدة واحدة كده اهوت. اهو زي ما انتوا شايفين كده هقطعهم بقى كده كلهم واروح ايه رصاهم بقى ايه معاكم برضو واوريكم ازاي هنرصهم برضو كده. اهو تاخدي بقى كده وتروحي ايه لفاهم وتروحي ايه قطعاهم. عايزه تحشي باي طريقه من اللي انا وريتها لك احشي بيها، عايزه تفرزيها باي طريقه فرزيها. عايزه الطريقه ديت او الطريقه الاولانيه او التانية اللي انتوا هتشوفوها في الاخر، طريقه ناجحه وحلوه وما تحيركيش خالص. او بص بقى قطعتهم ودخلت بقى عايزه اقول لكم ظهري نشف من الهوا كده هوت. قلت بقى اقعد بقى كده هوت جوه، ورحت ايه واخده بقى اللي قطعته بقى كده هسويه بقى كده كلته واقطعه على قد الحشوه بالظبط. او زي ما انتوا شايفين كده هوت كل دول قطعتهم كده. بصي بالورقه اهي تروح واخده على قد الحشوه، ما هتحشي الصباع بتاخديها وتروحي مقطعاها، واللي مش عاجباكي بتسيبيها اهيت وتروحي واخده غيرها اهي. بتبقي انت شايفه الورقه وتروحي ايه مسوياها. هسويهم بقى كده كلهم وهوريهم لكم برضو
زي ما انتوا شايفين اهو. انا بوريكم كده كذا حاجة، ودي طريقة حلوة خالص. وما تعصبيش يعني ايه، ما تستصعبيش الامور، بالذات في الكرنب. اي طريقة تحشي بيها. خدنا برضو طبعا الورق الاخضر، لان طبعا بينه وبينكم الورق الاخضر بيبقى طعمه برضو حلو خالص. لازم الكرنب بيبقى فيه اخضر وابيض كده، تبقى الحله ملونه كده وجميله. هناخدوهم برضو، مش هنرميهم هم، رغم ان هم ما طلعوش كتير، بس هي كلها طلعت ايه، طلعت بيضه. وزي ما انتوا شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله زي الفل. وعايزه بقى تعبيهم انت في اطباق، في اكياس، حسب ما انت عايزه تعبيهم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي شفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس امرا. تعبي بقى انت براحتك في فويل او في اكياس، وتروحي ايه حاطه الكميه اللي انت عايزاها. انا هعبيهم بقى زي ما انا عايزه ومع نفسي كده، وابقى ايه واحطهم ايه في الفريزر اهو. زي ما انتوا شايفين اهوت، يا دوبك ما طلعش منهم ايه اخضر كتير اهمت. بسم الله ما شاء الله، طلعوا كميه حلوه وجميله اهيت. كانت الكرومبه ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله. ربنا ايه يطرح البركه في ارض وصحابها يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.